مساء التفاؤل والجمال عليكم. سنة جديدة، سنة جديدة سعيدة. ده أول فيديو في السنة الجديدة. سنة جديدة يعني فرصة جديدة نعيشها بشكل مختلف. السنة دي أنا قررت أغير حاجات كتير فيا، يعني في حياتي عموما. قررت كالعادة أن أبتدي السنة الجديدة بتفاؤل وسعادة، لأن بصراحة مسكين اللي بيضيع عمره وهو عايش من غير أمل أو حب للحياة أو سعادة أو تفاؤل. السنة دي قررت ان انا احب نفسي واحب ناس واقرب منهم اكتر. الناس اللي وجودهم بيضيف لي طاقة ايجابية، بيفرق معايا في حياتي. وفي نفس الوقت قررت ان ابعد عن ناس تانية كان وجودهم بيستنزفني او بيأذيني، لان الحياة قصيرة. في اي علاقة بتأذيك ما بتضيفش اي حاجة مكانها مش معايا. كمان قررت اني اسامح، لكن على طريقتي. في ناس اسامحهم واديهم فرصة تانية وفرصة جديدة لان هم يستحقوا ده، وفي ناس تانية برضو هسامحهم لكن مش هديهم فرصة تانية، لأن أحيانا البعد هو أكبر هدية ممكن تقدمها لنفسك. السنة دي كمان هقول نعم للحاجات اللي بتسعدني، حتى لو كانت حاجات بسيطة، وهقول لا لأي حاجة بتاخد مني أكتر ما بتديني. الحاجة دي سواء كانت أشخاص، مواقف، أحداث، عادات، أي حاجة أنا مش راضي عنها يعني. قررت إن أعيش اللحظة واستمتع بيها، وقررت ان انا ما اجلش سعادتي وما استناش الظروف تتهيأ وتكون مثالية عشان اكون مبسوط، لان السعادة قرار انا بحسه وبعيشه بمجرد ما اقرر ان انا اعيش مبسوط. السنة دي هتكون سنة مختلفة، سنة مليانة حب، مليانة امل، مليانة تفاؤل، مليانة سلام داخلي، ومليانة طاقة ايجابية. دي تفاصيل السنة الجديدة، اللي هي سنة مليانة حب وسعادة، سنة مليانة راحة وفرح. لما ابتديها بتفاؤل تلاقي الحياة حلوة، تلاقي ان انت مطمن، تلاقي ان انت بتطمن نفسك. ما تقولش سنة زي اللي قبلها هتفرق ايه. هتفرق ان انت تشوفها بعين مختلفة عن السنين اللي فاتت. هتفرق انك تشوفها بروح، بطاقة، بسعادة، بثقة في ربنا. هتلاقي نفسك مبسوط. دي تفاصيل السنة الجديدة، تفاصيل حلوة، تفاصيل إيجابية لما تقرر ان انت تشوفها إيجابية. وانتوا كمان قولولي توقعاتكم وتفاصيل السنة الجديدة في حياتكم. خلينا نبتديها بتفاؤل وأمل وبروح إيجابية.